يا طارق هات مية علشان شرقت. فيديو لكشري التحرير بيجر فيه شكل أصل الكشري، وأبو طارق بيرد بالفلكة وبيقول لهم روحوا ناموا، ومقعد الزباين قدامه وبيحكي إنجازاته. خناقة كبيرة بين محل كشري أبو طارق والتحرير، وده في الإمارات. يا ترى إيه اللي حصل وإيه حكاية ترند مية علشان شرقت؟ ومفاجأة عن رد فعل المتابعين. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. المصري معروف بمواقفه الكوميدية واللي بيقلب بيها السوشيال ميديا، والخلافات بتتحول في ثانية لردود فعل هتخليك ما تبطلش ضحك. الكلام ده لايق قوي على الموقف اللي حصل بين كشري التحرير وأبو طارق في الغربة، وبالتحديد في دولة الإمارات. عملوا خناقة قلبت السوشيال ميديا وخلت الكل بيتابع وبيشوف ايه اللي بيحصل. بس الخناقة دي بشكل مودرن شوية، مش زي اللي متعودين عليها. نقدر نسميها خناقة على التيك توك، بفيديوهات للشباب اللي شغالين هناك في المطعمين، واستعانوا بمشاهد أفلام وأغاني مهرجانات بحيث يكون التلقيح مش مباشر لكن على مين؟ ده في متابعين والزباين قاعدين ماسكين الميكروسكوب. واللي حصل بقى إن كشري التحرير بيجر شكل أصل الكشري أبو طارق بفيديو طريف على التيك توك بمشهد لمحمد رمضان مع ياسمين صبري في مسلسل الأسطورة. وعند اللقطة دي بالتحديد ليه بقى؟ لأنها بتقول صراحة اسم طارق، يعني التلقيح فهمي نظمي رسمي على كشري التحرير. ظهر فيديو كشري التحرير لشاب لابس لبس الشغل بتاعهم اللي لونه أخضر في أورنج، وقدامه أطباق الكشري والدقة والشطة، والشخص قاعد بكل ثقة. فياسمين صبري بتقول أنا عارفة إنك بتغير منه. قال لها من مين؟ قالت له من طارق. فراح ندى اسم طارق وقال هات مية علشان شرقت، فجابها ليه وكتبوا على الفيديو مية علشان شرقت، الترند على طريقتنا. وهنا بقى الناس شافت إن ده تلقيح صريح على أبو طارق. تفتكروا كينج الشغلانة هيسكت؟ لا طبعا، نزل لهم فيديو بأغاني مهرجانات. جابوا في فيديو كشري أبو طارق شخص شكله خبرة وبقاله سنين معاهم في المطعم، كناية يعني عن إنهم بقالهم سنين في الشغلانة دي مش جداد. واستعان بأغنية فوق الطلبة وقعد قدامه الزباين وإنه ماسك الفلكة وبيقول لهم رامي حملي على الله ومفيش مقارنة بينا، يا هاتوا السلطة روحوا ناموا بتحلموا. يعني قصده هنا إنه أصل الشغلانة وإنه بقاله كتير فيها، وإنه كشري التحرير من تلاميذه. وهنا طبعا الناس انقسمت لفريقين، فريق أخد الموضوع هزار وفي فريق أخد الموضوع جد في جد. في اللي قال دول هيلعبوا جولة بزيت وشطة أو هيلعبوا جولة بالصلصة ونشوف مين اللي هيكسب. وفي منهم قال طارق عايز دقة علشان شرقت أو مية علشان شرقت، بيتريقوا يعني على اللي قالوا عليهم التحرير. وكتير منهم شايف فيديو كشري التحرير يكسب وإنه ضحكهم أكتر. وفي اللي رد واحد الموضوع جد وقال لأبو طارق أصل الكشري ومفيش زيه، وإنها أجمد خناقة بين محلات كشري وشكل الدعاية بتاعتهم في كرييتيف. وفي اللي في عالم تاني خالص وقال لسيد حنفي ادخل على الخط انت كمان وطلع فيديو رد عليهم الاتنين. واللي ما تعرفوش كشري التحرير وابو طارق من اغنى محلات الكشري المصرية. ابو طارق راح الامارات وعمل افتتاح الناس كلها اتكلمت عنه، ومن اكتر المحلات الشعبية اللي بتكسب وبيوصل ربحه في اليوم ل250,000,000 جنيه. وكشري التحرير وصل للعالمية، وده طبعا بعد ما فتح فرعه في لندن واللي كسر بيه الدنيا، وانه من اثرى المحلات المصرية اللي موجودة في الوطن العربي والعالم كله. يعني الاتنين بابا المجال واساتذة. يا ترى انت ايه اكتر كشري بتحبه وبتفضله؟ وايه اكتر فيديو عجبك، التحرير ولا ابو طارق؟ شاركونا في التعليقات.